اسهل منها ما كاين. جيبي حامضه صغيره وكاس ديال دانون تاع اللي نحضروا هاد الكيكه. كيكه اقتصاديه يوميه بدون مجهود، تحضريها في دقائق، كتجي اسفنجيه ورطبه وبنينه في نفس الوقت. الا بغيتي طريقه التحضير تابعي الفيديو من الاول حتى الاخر. نبداو على بركه الله. بالنسبه لطريقه التحضير او المقادير، كنحتاجوا الزيت. عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا كاس الا ربع ديال السكر. بالنسبه للكاس هذا بحال ديال العنبه، كاس عادي ماشي كبير بزاف بحال ديال الكاس ديال العنبه. وعندنا جوج بيضات، عندنا دانون واحد كيكون خارج من الثلاجه من قبل، وعندنا حامضه وحده وجوج خمارات. هاد الدانون درت ديال الفاني، نتوما ديروا اي نوعيه ديال الدانون. تنبداو نديروا البيض هو الاول. البيض حتى هو خرجوا من الثلاجه من قبل، ما يكونش يعني بارد. نضيفوا السكر. الا بغيتي تزيدي كميه السكر زيديها. انا هاد الكيكه ما حلواش بزاف وما ناقصه الشكا، يعني هي هذيك متوازنه. كنحكوا ديك حامضه تحكيها، ما تحكيش ديك القشره البيضاء، غير الصفراء. وكنضيفوا الزيت وكنضيفوا دانون. دانون حتى هو خرج من الثلاجه من قبل باش تشجح مع الكيكه. خرجي البيض، خرجي دانون من قبل. يعني الا بغيتي ديرها غدليه خرجيه في الليل باش يلا كيسخنوا. المهم تنخلطوا هاد المقادير مزيان، المكونات كلهم. تقدري ديريها في الخلاط الكهربائي. كنضيفوا كاس ديال الماء، كاس ديال دانون باش غنعبروا داك الماء. كناخذوا ديك الحامضه غادي نعصرها. تقدري تعصريها في العصاره ولا عصريها هكايا. حيدي منها العظومه، العظم تيكون في الحامض حيديه ولا عصريها بديك الصفه. ديك العصاره كتكون فيها الصفايه. صافي تنخلطوا تخليطه خفيفه. ومن بعد كنضيفوا الدقيق. تقدري تغربليه من قبل. جوج كيسان ديال الدقيق وجوج خمارات. هاد الخماره اللي درت كل وحده فيها 8 غرام تقريبا. هنايا المهم 16 غرام ديال الخميره الحلويات. الدقيق غربلوه، من الاحسن غربلوه من قبل. نخلطوا الدقيق. الا كان خاصنا غنضيفوه. بالنسبه للدقيق راه على حسب النوعيه، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. دابا غادي نشوف الا كان خاصني غادي نضيف دابا نص كاس ديال الدقيق. كان خاصني شويه غادي نضيف نص كاس، لان مازال غادي نضيفوا الكوك جوز الهند. غادي نخلطوا النص ديال الدقيق. بالنسبه للخليط ما يكونش خفيف بزاف ما يكونش ثقيل بزاف. دابا غنضيفوا الكوك، هو هذا الكوك رقيق اولا غليظ اللي عندكم. هذا رقيق شويه، تقريبا درت 2 معالق كبار عامرين. تقدروا ديروا حتى 3. درت انا هذه صغيره بحال سليفه صغيره، تقريبا كتهز واحد 2 معالق عامرين مزيان. وتنخلطوا الخليط بشويه. كيما كتشوفوا الخليط كيكون ثقيل، ولكن ماشي ديك ثقيل بزاف، لان فيه الكوك. ما كثرش الدقيق بزاف، كيجي بحال مهوي، كيجي بحال هكا. وصافي دابا في هذا الاثناء حاولي انك تسخني الفران، ماشي تدخليها في فران بارد. نسخنوا الفران غير من التحت، شعلوه يعني من التحت ومن الفوق. بعد ما كتبغي تدخلي تشعلي غير لتحت، كتسخنيه مزيان وديك الساعه تشعلي غير لتحت بوحدو. دابا غادي ناخذ المول ندهنوه بالزيت ونرشوا عليه الدقيق. كنديروا الخليط ديالنا في المول وندخلوها الفران. كطيب لكم من التحت. كندير انايا تقريبا في الفران ديال الضوء اللي هو ايتيما. كنشعل انايا في الاول كنسخنوه مزيان 180 او واحد 10 دقائق دغيا ولا 5 دقائق. ومن بعد كنقص ديك الحراره كنديرها 150 155 160، نخليها طيب على خاطرها. كندير الطاوه الوسط او المول الوسط، كطيب غير من التحت، كتنفخ ليكم وكتحمر مزيان باش كنشعلوا الفوق. قبل ما ندخلها كنرش عليها شويه ديال الكاوكاو او اللوز دي فيلي، وكنرش عليها كذلك السكر باش كتجي واحد الطبقه مقرمشه. وداكشي علاش ما درتش السكر بزاف في الخليط، لان درت السكر. دابا غنديرو الفوق. ولا حتى اللي بغيتي دهنوها هكا بالعسل، يعني بلا ما تكثروش السكر في الخليط في العجينه. كنرشوا السنيده. نتوما على حسب اختيار ديالكم، تقدروا ديروا الفوق اللي بغيتو او تخليوها عاديه. ودخلوا الفران تحمر لكم من التحت او طيب من التحت، كتطلع لكم وكتشقق. وعاد باش ملي كتحمر مزيان وكتشقق لكم وكتنفخ، شعلوا لها من الفوق وطفوا لتحت. كتجي بحال هذا الشكل هذا.
خليوها حتى كتبرد. ملي كتبرد ليكم كتجيكم ساهله وكتحيد من المول. واحد الطريقه، حاولوا تاخذوا هاد الملعقه اللي كتكون مبسطه مزيان بحال هادي، الا كانت لاصقه في الجناب كتحاولوا تخشيوها بحال هكايا باش ملي تبغوا تحيدوها من المول كتجيكم ساهله. هذه عمليه حاولوا انكم تدوروا عليها كامله وتاخذوا الطبسيل دغيا كطيح ليكم. هذه الا كانت طايبه مزيان من التحت، اما اللي كانت ما طايباش من التحت راه كتلصق ليكم. وباش تعرفوا بانها راه طايبه من التحت مزيان، غير كتنفخ ليكم وكتشف من الفوق ولتحت الجناب كيبان لكم محمرين، صافي راه محمره من التحت كتشمي ريحتها. المهم دابا راه بردات ولكن باقا دافيه شويه. كتجي على هذا الشكل، راه كتجي طالعه وغير جوج بيضات. راه المول راه هو كبير داكشي علاش، اما كون درناها في مول صغير غتجي طالعه وتبان لكم غليظه. ونقسموها وراه باقا دافيه شويه. الا كانت بارده مزيان كتجي مجموعه ما كتفرتش. باقي ما خشيتها في الثلاجه، باقا دافيه شويه. ملي كتخشيوها في الثلاجه كتبرد مزيان راه كتجي مجموعه وما كتجيش كتفرتت وكتجي زوينه. شتو كتجي مهويه وخفيفه وزعما المذاق كيجي زوين بزاف. داك الحامض والكوك كتجي واعره. الا عجبتكم الطريقه خليو لي لايك واشتركوا في القناه وخليو لي تعليقاتكم. اي حاجه بغيتوها خليو لي في التعليق. بصحه والراحه.